راجلي عنده العلاقة مع هاذيك، كنت عارفة كيما كيقولوا زهواني. شي مرات كنبغي نموت باش نرتاح. يلاه ساليت واحد لا سيونس دو ثيرابي مع وحده من الفائزات اللي فازوا في المسابقه اللي كنت درتها في انستغرام، اللي كنختار منها 3 ديال الناس باش كنعاونهم غراتويتمون في سبيل الله بون سيونس دو ثيرابي. والحمد لله الحمد لله دازت لا سيونس تري بيان. من بعد ما سالات لا سيونس حسيت بواحد الراحه نفسيه اللي تمنيتها لاي واحد دوز شي صدمه في حياته. هذه اول خطره غنسجل فيديو بحال هكا باش نبارطاجي معاكم، تشوفوا معايا نتوما باللي دائما كاين امل انك ترتاح نفسيا وتخرج من واحد الصدمه، من واحد الوجع، من واحد لا دولور، الالم الا كنتي عشتيه من قبل. غنعطيكم تسمعوا الاوديو ديال السيده اللي صيفطاتو ليا النهار الاول في واتساب باش تشارك في المسابقه. غنسمعوا في داك الاوديو وغنبغيكم ما تحكموش عليها، انا بالعكس انا بغيتكم تحسوا بها، تحسوا بالسيده وتحسوا بالصدمه، لانها دوزت واحد الصدمه ماشي سهله. اللي دوز بحالها تيحس بها، ونظن اي واحد غادي يكون على الاقل دوزها خطره في حياته. او ميم طون في نفس الوقت لوبجيكتيف كما قلت لكم هو انه تعرفوا باللي ممكن التغيير، ديما كاين الامل وديما يمكن لك ترتاح نفسيا. غنخليكم تسمعوا الاوديو. من بعد ما غتسمعوا الاوديو غادي ندير واحد لي بارتي من لا سيونس دو ثيرابي. انا خديت الموافقه ديالها انني نستعمل لي زوديو ديالها، نستعمل القصه ديالها، واخا قطعت لي بارتي اللي فيها مدينتها سميتها، المهم كاع الحوايج اللي متعلقين بشخصيتها بدلتهم، ماشي بدلتهم ولكن قطعتهم باش ما يبقاوش في الاوديو. واخر حاجه قبل ما ننسى، عطيتها واحد الفرصه فاش هي تقدر تنصح اي بنت داخله على الزواج. هي تخيلات راسها في داك الوقيته شمن نصيحه كانت خاصها وشمن نصيحه كانت باغا تسمع، وخليتها هي تعبر بالكلمات ديالها. حتى هي غادي نزيدها في الاخر سو فورم ديال اوديو. الى عجبك هذا المحتوى خلي لي ان كومونتير، خلي لي ان لايك، دير سبسكرايب في لاشين، قولها لي في انستغرام الا انت كانت عندك شي قصه وبغيتي تبارطاجيها، ونديرو ان كونتوني ونخليكم مع لي زوديو. صراحة الله ضرورة أنني نهضر مع معالج نفساني. صراحة ما عرفتش منين نبدا وشنو نقول، ولكن مهم تعرفت على واحد السيد اللي هو دابا راجلي. تزوجنا انا وراجلي في الاول ديال الزواج كيف ما تخطبنا بديت كنلاحظ واحد المشكل خرجني، واللي هو اللي ما ديك الساعه ما فهمتوش. يا ريت لو كنت فهمت. ولا هي مرات خاه ديال راجلي كانت دائما كتنبهني وتقول لي ما تكملش معاه، وهادو راه خايبين ما مزيانينش هاد الناس وهذا. انا ما كنتش فاهمه حتى شي حاجه. انا كنت واحد الانسانه واخا فعلا خلقت في واحد الاسره اللي كامله مشاكل وصداع وهذا، ولكن ما ننساش باللي كانت الاحترام بالناحيه الشيء هذا. كنت على نيتي على نيتي، وكانت دائما خصوصا مني قرب العقد الزواج بدات كتلح عليا وكتقول لي ما تكملش معاه ما تكملش معاه ما تكملش معاه، ما مزيانش وراه دايرين وراه غتعرف شي حوايج خايبين. انا كنت كنقول لها شو اذا كنتي ما غتقوليش شنو المشكل، زعما ما تقول لي حتى شي حاجه. يعني هاد الهضره هذه ما حتاش تقولها لي، كتقول لي ودابا تعرف دابا تعرف. انا ما كنتش كنفهم علاش كتهضر. حملت ولدت بنيتها الاولانيه بنتي بقات كتقول له وبركه من الولاد وصافي عليكم ما تزيدش تولي كتقولها لي وكتقول لي. وفي نفس الوقت كنت كنجبر الاوديوز في التليفون ديالو لي زابيل كتقول له راه كتشكم فيا وكتكذب عليا. كتقول له مرات ما كتقولوش مراتك كتقول له هذيك راه قالت وقالت، هذيك راه دارت وفعلت، وهذيك راه المهم بزاف د الحوايج بحال هاد. الصدمه الكبيره اللي دمرتني في حياتي وهو كنت حامله بنتي الثانيه، كنت في 4 شهور وانا نعرف واحد السر اللي هو راجلي عنده العلاقه مع هذيك مرات خاه، وباللي مازالين. عيط راجلي وجا وقلت له ها اللي عرفته دابا صارحني وقول لي واش بصح هذا الشيء، حيت انا اصلا ديك الساعه كنت بديت كنعيط وكنقول له مراتك راه وقيله كتبغيك، مراتك وقيله كتعجبها، بين شي السيده
ماشي كيفاش كتعامل معاك، راه ما كتحترمش هو كيخوف بيت الناس كتضرب وتدخل عليه عادي، ملي كي تجي عندي تحيد السبنية وتحيد الحوايج تبقى زعما كتبين راسها. المهم وأنا كنت كنرد البال ديك مؤخرًا بديت كنرد البال من بعد ما فاجأني هاد التليفون عيطت لي واحد النمرة مجهولة، والولد قال لي راجلك عنده علاقة مع مرات خاه واللي كاينة واللي كاين. ملي جا صارحته قال لي لا هادشي كذب. نبهت قلت له غير صارحني أنا راه ما غنفضحكش وما غاديش نتلق منك دابا اللي وقع دابا هي دابا المشكل هو صارحني دابا باللي عطا الله عطا. صعب كيبكي وقال لي ولكن أنا والله ما غلطت معاها غير مرة واحدة وهي اللي كتلصق فيا وهي ما قداش ننسى وما قداش نكمل وما قداش نوقف. شي مرات كنبغي نموت غير باش نرتاح لأنه ما عرفتش شنو غندير فعلا. أنا الصراحة ما طلقتش على قبل بناتي ما عرفتش شنو خصني ندير وما عرفتش كيفاش غنتصرف ولا شنو خصني ندير باش ننسى ولا باش ندير ما وقع والو. شنو خصني ندير شنو خصني نعمل باش نكلم نتزاوج هاد المحنة هاد المصيبة اللي عارفة وهو حياتي دمرت. الروح ديالي كنحس بها كتخنق كندير راسي كنضحك وهادي بصافي وماشي حياتي هادي ولكن حياتي ماشي عادية. بغيت نرجع ديك الإنسانة اللي كنت شحال هادي لأن أنا فعلا مبقيتش طبيعية. أنا تبدلت بزاف على راسي وليت عصبية بزاف على ولادي كنتعاملش معاهم مزيان كنتعصب كنضربهم كنبرد فيهم الجنون كنبقى نغوت وانا ما كنتش هكا. وليت مهملة وليت واحد الانسانة بحال ميتة وهي حية. واش الطلاق اللي يخليني نكمل حياتي ولا هكا ويمكن نكمل حياتي وننسى وندير راسي بحال ما كاينه والو. المهم فعلا انا مريضة انا ومرض. انا كنعترف براسي انا مرض. فزتي في المسابقه ياك، وبغيت ندير معاك هاد لا سيونس باش نعاونك انك ترتاحي نفسيا من هذيك الصدمه اللي وقعت لك ومن هادشي اللي عشتيه ياك، باش تقدري ان شاء الله تربي دوك الوليدات وتحني فيهم وتعطيهم داكشي اللي محتاجين وتعيشي تانتي حياتك احسن ان شاء الله. ان شاء الله دكتور شكرا بزاف. بعدا اول حاجه اختارتيني صراحه انا غير على الله والله ما كنت زعما ما كانش على بالي غير جربت صراحه الله فرحت بزاف مني ما لقيت شي واحد اللي بعدا على الاقل يسمعني. أه هي جات غير صدفه. شكرا بزاف. العفو. انا هادشي صراحه ماشي اول مره كنديرو، درتو من قبل ما عرفتش واش شفتيهم عندي في انستغرام ولا ما شفتيهمش، ولكن ديجا درتو مع ناس كثير وكنبغي نديرو لانني كنعرف باللي الحياه ديال بنادم كتبدل ملي كتكون عشتي واحد الحاجه واحد الجايبه وكترتاح نفسيا من ديك الجايبه ان شاء الله. ان شاء الله. اكثر حاجه اللي ضرتني وما كنقدرش نفكرها وهو ملي جاتني الخيانه قلبي كيحرقني ماشي غير يضرب قلبي كيحرق. الجبل مشى وما كيهمنيش شنو جاي شنو غنعرف شنو غنسمع. حاليا قلبي مرتاح بحال داك الحجره اللي كانت مدقوقه بها زالت. شحال من واحد من مراه من راجل تيكونوا تا هما عايشين بحال هذا الشيء اللي كتكوني عشتي، سواء خيانه سواء غدار سواء ظلم سواء هذا، وما كيطيحش ليهم في البال باللي اليوم يمكن يرتاحوا نفسيا. لان ملي كترتاح نفسيا كيمكن لك تتعامل مع اولادك بحب، تزيد تهلا فيهم، دوز وقت احسن ما تغوت عليهم وتبرد فيهم داك الجنون. هادشي نظن راك عشتي انت. ما كنتش صراحه ظلام صدراي جلسه قصيره نقدر نرتاح بحال هذا. ما نكذبش عليك انا كنت كنعيش على الدمار ديالي هكا. الحق دابا قلبي كنحس به والله راه واخا نعيا ما نشكر فيك ونعيا ما ندعي معاك راه ما غنوفيكش والله راه الفضل ديالك وبالله قلبي داك الحاجه تهزت عليه. انا اصلا هادشي كامل كنديرو على جمله واحده، هو انه ما تفقدش الامل. كاين الحل. داكوغ عاونتيني وصراحه الله شكرا بزاف الدكتور وكان زعما
انا قلت لك ندعي معاك، نشكرك، ما شكرا. غاديش نوفي لك حقك. انا سلمت. انا عجبني الحال، عاونتيني وقفتي معايا صراحه. انا ما كنتش متوقعه صراحه الله في جلسه صغيره تقدر زعما تحل بزاف د الحاجات اللي صعابين، اللي هو لان مابقاش تحس بالغضب، واللي تقدر تعيش عاديه بحال ما كاينه والو. ديك الجبل اللي في القلب ديالك يحيد. شكرا بزاف دكتور. شنو نقدر الا بغيت نسولك واحد السؤال وتفكري فيه وتجاوبيني، شنو يمكن لك تنصحي شي بنت في الوقيته اللي كنتي باقي ما تزوجتيش؟ شنو يمكن تنصحيها دابا انت عشتي واحد التجارب طويله؟ وي هذا سؤال صراحه مهم بزاف. اللي نقدر ننصح اول حاجه البنت اللي شوف سواء اللي باقا، خصوصا اللي باقا صغيره في السن، لان انا الصراحه انا تعرفت على راجلي كان في العمر ديالي 19 عام وتزوج كان في العمر ديالي 21. المهم لا البنت الصغير اللي في العمر الصغير ولا اللي في العمر الكبير، اول حاجه الراجل كذاب وكي الهضره ديالو مثلا ما ضعرفها صح، ما ضعرفها ضحك، هذا تحاول ما امكن. هذا الراجل صراحه ما يصلحش، هذه اول حاجه. وثاني نصيحه اللي مهمه، ما تشوفش انت كتشوف الاعياب، ولكن انت حيت كتبغي داك الانسان ما نعرفش شنو، لا غادي نغطي له ديك الاعياب، لا خاصك ديك العيوب اللي فيه تضرب لهم الحساب. هذوك العيوب المهم نسينا وشنو شفتي فيه ديك العيوب. بحال مثلا انا شفت بزاف العيوب اللي وكنت دابا شفتهم، اكيد ما كنتش غادي نزعل وما كنتش غادي ندير حتى خطوه معاه. كذلك بغيت ننصح بهم بنات اللي شفتي ديك الاغلاط ويعني وعارفاهم يقدروا ياثروا لك على حياتك في المستقبل، وهذا حاول ما امكن ما تسمحلوش عليهم، او لا ما تدوش ديك الاخطاء، لان هادوك راه يقدروا يدمروا لك حياتك كيف ما انا صراحه الله دمروا لي حياتي. واللي فعلا حسيت بالندم علاش، لان ندمت علاش انا كنت عارفه داك الاغلاط وكنت عارفه هذاك الانسان راه كنت متوقعه منه هاد بحال دابا هاد الحوايج هادو. ندمت علاش انا مثلا تزوجت به وانا كنت عارفه هذا المشكل هذا راه غنطيح فيه، سواء مع الاقرب الناس قرابين ولا مع الناس بعاد. مهم هذا المشكل هذا انا كنت عارفه غنطيح فيه، كنت كنشوف هادو اغلاط وما درتش بحسابهم، وللاسف ندمت عليهم صراحه. الله يعني كنصح اي بنت غادي تتزوج، شوف الراجل الصادق يكون كيخاف من الله، يكون عنده الصح والمزح. المزح ماشي حياته كامله مخلطه ما بين المزح والصح. شوف واحد الانسان مثالي اللي غيخاف عليك كمراته كأم لولادو. شوف شي واحد اللي غيضرب لك الحساب بزاف د الحوايج، ماشي واحد الانسان مهمل عنده حياه الناس في يدو عاديه، يعني بحال ما كاينه عادي، يعني بحال غير لعبه ولا انا غير كنلعب ولا ما غيوقع والو ولا ما هادشي ما غيتعرفش ولا كلشي كيتعرف كلشي كي يعني كيتفضح. داكشي علاش كنصح اي بنت هاد النصيحه هادي تعمل بها وما تلعبش بها، لان من بعد غادي تندم وغادي تدمر حياتها وغادي عندها وليدات تفكر في المستقبل. لان الزواج ماشي غير ديك اللحظه، يعني الزواج غيكون ولاد، غيكون الحياه طويله، غيكون بزاف د الحوايج. تفكر في هادي وعاد ديك الساعه الا كنتي غادي دير هاد الخطوه هادي. شكرا على هاد النصيحة. نتمنى ان الناس يسمعوا هاد النصيحة ويردوا البال، يعرفوا باللي يفرقوا ما بين واش هذا حب ديال بصح ولا جوست اعمى كنبغي هاد السيد باغا نبدل حياتي، باغا نخرج من دارنا، باغا نهرب ربما من واحد المشاكل اخرين وغنمشي نطيح في مشاكل اكثر واكثر اللي كنت فيها. شكرا بزاف بعدا اللي كنتي، شكرا بزاف على صراحه الله. زعما ونعمه، زعما شنقول لك، نعمه انسان ولا كدكتور ولا مهم كل شيء
معاملة الله يعمرها سلعة كل شيء. شكرا. صراحة كنشكرك بزاف وكندعي معاك وعطيتيني من وقتك شكرا. وعاونتيني. آه، صراحة الله ما كاينش الكلمات اللي نقول لك عليهم ولا اللي نعبر لك عليهم. شكرا بزاف دكتور، العفو. شكرا.